كرامة كل دولة من كرامة شعبها، وكرامة الشعب تحت العدل، ورجال العدل رجال القضاء. مصر بتتسرق قدام عينينا واحنا ما بنغيرش. الاغنياء بدأ يزيد غناهم، في كتير في مصر من مصلحتهم وجود الحزب الوطني. لازم نفهم مين بيحكم مصر. مجموعة كبيرة. مين مشارك في سرقة مصر؟ أعضاء مجلس الشعب. مين متغاضي؟ الصحافة والإعلام والصحفيين الكبار. مين هيحرك؟ الأسلوب غلط فساد. فساد لازم يتوقف، ولكن دلوقتي ازاي نغير؟ مظاهرات غلط، جهز لكم 5 سجون وجهز لكم جيش من 1,400,000 من اي مركز، لان نظام الحكم هيفضل غاصب علينا ان احنا نتصرف بالاسلوب ده لغايه ما يخلص بيع موارد مصر. تبقى في ناس وطنيين وبتبدا تعمل مظاهرات، بيتاخد منهم بيتاخدوا في السجن بدون محاكمه. حاليا في 18,000 سجين سياسي، يعني 18,000 اسره ما لهمش عائد يعولهم. 18,000 اسره. هل انتوا بتفكروا في النهارده وما تفكرش في بكره؟ النهارده ممكن نعمل حاجه، ممكن نوقف النزيف ده، انما بكره مش هنوقف النزيف ده، هنكون متنا وتحولنا الى جثه هامده. الاحزاب عجزت على التفكير، الصحافه تايهه، انما مين يحس ب 13 17 مليون مصري تحت مستوى الصفر؟ بصوا للارقام وشوفوا قرارات الامم المتحده. الفكره اللي الكل بيحاول يعملها تفكير غلط من احزاب وسياسيين وكل بطريقه حريه، اننا فاقدين الطريق. انا النهارده هكون اول مصري اعلن عدم اعترافي بشرعيه النظام المصري. فعايز الشعب المصري لازم يفهم مصر محكومه باسلوب غريب. الاشخاص اللي قدامكم مصريين واصلهم من الارياف واصلهم من غير مصر، ايوه، بس جواهم روح وقلب ما هماش مصريين. انا ما بقولش عليها حكومه لناس مسيطره لان هتمص الدم، وعشان كده بقول لكم ما تقلقوش، هم هيمشوا بنفسهم على الله. يا اما الشعب المصري لما هيقوم بعد كده هيقوم على الكل. احزاب، صحافه، اصحوا وفوقهم، لانكم هتكونوا مشاركين في الجريمه بتاعت تغيير مصر. فلازم نتحرك النهارده بكره.